خليني اسألك سؤال، لما حد بيزعلك هل اول حاجة بتعملها انك تمنعه من الكلام، ولا بترد عليه بنفس الاسلوب، ولا بتختفي فجأة، ولا بتقطع علاقتك معاه علشان يتعلم الادب؟ ولو انت عملت كل ده بتقول لنفسك انا كده بحط حدود؟ بس خليني اقولك انه في فرق ضخم جدا بين الحدود وبين العقاب. للاسف ناس كتير جدا بقت بتستخدم كلمة حدود كأنها تصريح انها تأذي اللي قدامها وتقول ده حقي، لكن الحقيقة الحدود الصحية عمرها ما كانت وسيلة للانتقام. طيب يعني ايه حدود اصلا؟ الحدود معناها ان انا مسؤول عن نفسي، مش مسؤول اغيرك. يعني انا اقدر اختار هقبل ايه وارفض ايه، لكن ما اقدرش اجبرك انك تبقى الشخص اللي انا عايزه. الحدود بتقول لو حصل كذا انا هعمل كذا، مش لو ما عملتش اللي انا عايزه هعاقبك. وده فرق جوهري ما بينهم. خلينا ناخد مثال. لو عندك واحد صاحبك كل مرة بيتأخر عليك ساعة، في طريقتين ممكن تعملهم معاه. الاولى مش هترد عليه لمدة اسبوع، ده يبقى عقاب. اما التانية انا هستنى ربع ساعة وبعدها همشي. هنا بقى انت حميت وقتك من غير ما تعاقبه. الحدود مش هدفها انها تغير الناس، ودي نقطة ناس كتير بتتلخبط فيها. في ناس بتحط حدود بس مستنيه الشخص يتغير، ولو ما اتغيرش تزعل. لكن الحدود مش معموله علشان تغير حد، هي معموله علشان تحدد انت هتتصرف ازاي. ولو الشخص اتغير كويس، ولو ما اتغيرش انت برضو عارف هتعمل ايه. العقاب بنستخدمه علشان نوجع اللي قدامنا، اما الحدود فبنستخدمها علشان نحمي نفسنا. العقاب بيقول لازم تحس بالوجع اللي انا حسيت بيه، اما الحدود بتقول انا مش هسمح ان الوجع ده يتكرر معايا مره تانية. وده فرق كبير جدا. العقاب غالبا بيطلع من شعور الغضب. لما تبقى متعصب ممكن تقول انا مش هكلمه تاني، لكن بعد يومين بترجع تكلمه عادي. طيب ليه؟ لان القرار طلع من انفعال مش من الحدود. اما الحدود بتكون هاديه واضحه وثابته. اشهر حاجه الناس بتتلخبط فيها الصمت. في فرق بين اني اخد مساحه علشان اهدى، وبين اني اختفي علشان اخلي الشخص التاني يتجنن. الاولى حدود والتانيه تلاعب. خلونا ناخد مثال في العلاقات الزوجية. الزوج بيزعق والزوجة تقول له لو الصوت عالي انا هخرج من النقاش. هي هنا عملت حدود. لكن لو قالت له انا هحرمك من الكلام اسبوع، هي هنا بتحط عقاب. الهدف هنا مش حماية نفسها، الهدف انها توجعه او تضايقه. ناخد مثال تاني. في شخص بيغلط فيك باستمرار، ممكن تقول له انا مش هكمل اي مكالمة فيها اهانة، دي حدود. لكن لما تقول له انا هشتمك وهينك او ترد بكلام يجرحه، ده كده انتقام. ليه ناس كتير بتحول الحدود لعقاب؟ لانهم طول عمرهم اتربوا ان الحب مرتبط بالعقاب. غلطت اتعاقب، زعلتني هزعلك، فكبروا وهم فاكرين انه اي علاقه لازم يكون فيها ميزان ردود فعل. لكن العلاقات الصحيه مش ساحه حرب. هتقولي طيب ما لو الشخص اللي قدامي مؤذي اسيبه يعني يضايقني او يغلط في حقي؟ طبعا لا. ممكن تبعد، تقفل الباب، تمنعه اصلا انه يدخل حياتك. لكن الفرق هنا انك عملت كده علشان تحمي نفسك، مش علشان تخليه يعاني حتى لو هو اتضايق. بس ده ما كانش هدفك. الهدف انك انت عايز تعيش في امان. هديلك علامه تعرف بيها نفسك. اسال نفسك سؤال واحد، هو انا بعمل كده ليه مع الشخص ده؟ علشان احمي نفسي ولا علشان اخليه يحس بالذنب؟ لو كانت الاجابه التانيه فانت هنا مش بتحط حدود، انت بتعاقب. الحدود الحقيقيه ما فيهاش صوت عالي ولا تهديد ولا فيها العاب نفسيه، هي واضحه وهاديه ومتوقعة، بمعنى ان الناس تعرف انه لو حصل كذا انت هتعمل كذا بدون دراما. الحدود الصحية مش وسيلة تكسب بيها المعركة، هي وسيلة تحافظ بيها على سلامك النفسي. لان الشخص الناضج مش بيستخدم الحدود كسلاح، هو بيستخدمها كدرع، والدرع هدفه انه يحمي صاحبه مش يجرح اللي قدامه. واخر سؤال ليك، هل في حد قال لك قبل كده انا بحط حدود ولكن هو في الحقيقة كان بيعاقبك؟ اكتب لي موقف حصل معاك في التعليقات، يمكن قصتك تساعد حد يفهم الفرق بين الحدود والعقاب. وحياة سوية مع اسلام انور، وسلام عليكم.